السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي قصة جديدة. وقبل ما نبداو فيديو تاعنا تاع نهار اليوم ما تنساوش نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وإذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة أبوني وخلي لي جيم وخلي لي تعليق هكا باش يلحقك كل حكاية وكل قصة نحكيها ونبارطاجيها معاكم. يقول المتتبع تاعنا تاع نهار اليوم دعوتها خرجت فيا. أنا راجل متزوج، عندي مع مرتي ولد وطفلة، في عمري 35 سنة. وقبل ما نتزوج كنت نعرف وحدة وقعدت معاها 3 سنين. هي كانت إنسانة طيبة بزاف، عاقلة، دير لي خاطري في كلش. بصح أنا ربي ما هدانيش، كنت معاها ونخلط، يعني كنت خلاطة، كنت عارفو الصغر وليجان. كنت كل يوم مع وحدة واللي نحبها نجيبها، خاصة أنا كنت عارفة البنات يتبعوا بزاف المادة والماتيريال، وأنا الحمد لله كنت لاباس بيا، يعني نخدم في الملك تاع بابا وعندي طونوبيل ودار وتليفون وكنت عارفه. وهي كانت دائما تحكمني نخدع فيها، تشوفني نخرج مع البنات في صالون دوتي في الطونوبيل. وكانت مسكينة دايما تسامحني كل مرة، تعاود تسامحني. شافت معايا الويل نديرها المشاكل، نبكيها، نضربها، ما نعيطلهاش، يعني تعيط لي ما نرفدلهاش. المهم يعني درت فيها منكر كبير. بصح كنت قد ما نعرف، قد ما نخرج، قد ما نخلط، هي تبقى أعز وحدة فيهم. قد ما نعرف هي بلاصتها مختلفة كامل عليهم، لأنه إنسانة صافية، ما يتاع دخلات، ما يتاع خرجات، شبعانة، بنت فاميليا. كي لحق وقت الزواج قالت لي لازم تتقدم تخطبني. أنا لتما عيطت عليها وقلت لها وشنو راكي مليحة من راسك، أنا نتزوج بوحدة خرجت معاها 3 سنين. هي تشوكات مسكينة، بكات، عيطت، حاولتني. قلت لها أنا نتزوج بوحدة اللي جامي ما خرجت، وهي ما اللي تخطبها لي، هي اللي تجيبها لي، ماشي أنا ولد طايجن نروح نتزوج بأول وحدة. خرجت معاها مسكينة حتى وصلت تداوي عند طبيب نفساني، خليتها. المهم أنا هذاك الوقت خليتها ورحت خطبت وحدة في عمرها 20 سنة، كانت شابة بزاف، زلة باهية، فيها كامل المواصفات اللي يحبها راجل واللي يدومونديها أي راجل في المرأة اللي حاب يتزوج بها. المهم قلت نتزوج بوحدة، جامي عرفت أنا الأول وأنا الآخر. كيما كان الحال كي خطبتها جاز الحال وفات، وكي قرب العرس جات اللي كنت معاها، هضرت لي هضرة شوفوا مستحيل ننساها، وصح دركا راني نخلّص. المهم هضرت كلام بزاف، في آخر الفيديو نقوله لكم، ووكلت عليا ربي آخر حاجة، وقالت لي نقول لك حاجة، دعوتي تخرج فيك وكل يوم نعيا نتفرج فيك. أنا ما درتش على هضرتها وتزوجت مرتي، سكنتها في الدار وحدها، عيشتها كيما حبيت الشهور الأولين، التحواس، الترك، الشريان، اللبسات، لي بارفان، الشيكولات، واش نقول لكم، يعني قلّشتها تقلاش. في أول زواج طاحت enceinte. المهم واحد النهار قلت لها عندي طريق نروح نخدم، ومن بعد الطوموبيل خسرت لي، رجعت للدار، صدتها قاعدة مكسلة عادي نورمال، ما يعني شغل زدت طمنت من جهتها. كنت عارفة إحنا الرجال نحبوا نتيستيو المرا في أول أيام. المهم كملنا حياتنا عادي، ما كان والو، ربي رزقنا بالصغير الأول. كان طفيلة ربي يبارك لي فيها، والثاني كان ولد. هيا أنا طبيعة الخدمة ديالي نروح نسلّع، يعني نغيب هكا يومين 3 أيام ونعاود نرجع للدار. واحد النهار كنت كل ما نرجع وليدي صغير يقول لي عمو، عمو، عمو. أنا قلت بالك صغير ما يعرفش يهضر، من بعد بصح توسوس، قلت لها هذا علاش هو يقول عمو، واش بيه هذا؟ نقول له أنا بابا هو يقول لي عمو. هي شغل تما طروشت. قالت لي بو لا لا صغير ما يعرفش، بالك غير كي يشوف خوك ولا خالو، ولا قلت لها خالو يقول له خالو. هي قالت لي ما يعرفش يقول هكاك وبرك. شوفوا أنا ما نكدبش عليكم، تما حسيتها شغل ماشي مرتاحة، وحسيتها شغل ديرونجات. واحد النهار كانت هي دوش للطفلة، صونا تليفونها نيميرو جديد، ريبونديت قلت الو، ما هضر حتى واحد، وكي عاود الو 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 كوبا. وهي جات تجري، خرجت من الدوش وجات تجري، وجهها ماشي كامل مليح. قالت لي شكون؟ قلت لها ما على باليش. قالت لي واش قالوا لك؟ قلت لها ما قالوا والو، قلت لها كي قلت الو كوبا. قالت لي خلاص بالك غلطوا، عطيلي تليفوني. ادات تليفونها وراحت. انا تما لاحظتها بلي ماهيش مليحه، وما نكدبش عليكم، اول حاجه ولا اول فكره تجي في راس الراجل هي الخيانه هذيك. المهم انا كي كان غير بدا يصوني التليفون وشفتو نيميرو جديد، كنت سجلت النيميرو هذاك في تليفوني ودرت كلي ما صرا والو. حتى خرجت برا، درت ماسكي وعيطت، صونا ما ريبونداش. ما حبيتش نعيط بنيميرو، يعني نسيت الحاله واحد الساعه، ونحيت التليفون لصاحبي ودرت النيميرو هذاك وعيطت. الاولى رفد قال لي الو، لقيتو راجل، قلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. قلت له حبيبي، قالوا لي عندك طوموبيل للبيع.
قال لي إيه عندي صح طوموبيل، عندي كليو 4 بصح ما راهيش للبيع. قال لي شكون قال لك؟ قلت له واحد معارفك واسمح لي كوبيت. لتما بان راس الخيط وبانت الحكايه باللي السيد اللي عيط في التليفون ما كدبش، هو صح راجل وما حبش يهضر، وهذاك هو اللي كانت بالك تخدعني معاه. المهم حبيت نطلع ليها للدار نواجهها، بصح على بالي بلي ما عندي حتى دليل وتنكر وما نقدرش نثبت الشي هذا، لا مع الناس ولا مع دارهم ولا حتى مع دولة، على خاطر ما كان حتى شي ملموس، يعني مكالمات هاتفية يقول لك شي واحد غلط ولا. المهم طلعت للدار ما قلت لها والو، ما حبيت نبين لها والو، كانت النار تحرق فيا من الداخل كي نشوف في وجهها، كنت حاب نصوتي عليها نكسر لها هذاك الوجه ونرميها من 5 ايطاج. المهم خفت ندير كاش جريمة نلوت يدي بوحدة خاينة كيما هذه ما تستاهلش، بصقة حاشاكم. المهم خممت مع راسي مليح وقلت لازم نحكمها في الجرم المشهود هذيا ونعرف. حتى لهداك الوقت ما نقدر ندير والو. المهم درت روحي عادي ورحت لواحد صاحبي يخدم كاميرات المراقبة، قلت له خصني كاميرات صغار يتخباو وما يبانوش. قال لي كاين كاميرات صغار ويمشوا بالويفي، يعني تقدر تشوف من بلاصة بعيدة غير من الهاتف. قلت له واحد اليامات هكا نجي ونديك تركبهم لي في الدار. المهم وكان لازم هي ما تكونش في الدار باش يقدر يركبهم. العيمة انا قلت لها صبت لها سبه، قلت لها روحي نديك يما راهي شويه عيانه، نديك طلع عليها وديتها لدارنا هي ودراري. وعاودت انا وليت لصاحبي ديتو معايا للدار ركب لي كاميرات صغار صوت وصوره في الشنابر وفي الاول يعني في الدخله تاع الباب، وفهمني كيفاش نخدم بيهم في التليفون. المهم كي كمل رحت عاود جبتها من دارنا وزدت واحد 3 ايام 4 ايام، قلت لها شوفي راني مسافر كيما العاده نروح نخدم ونعاود نولي، عندي خدمه وراني رايح نقعد يامات هكذا ونعاود نولي. قالت لي روح وربي معاك وربي يخليك وبالعقل في الطريق. المهم كنت عارفه الصوالح وطبلعت هذاك تاع النساء، وانا في قلبي قلت لها انت تعرفي ربي، انت تعرفي ربي وتخدعي فيا. المهم رحت عند واحد صاحبي عنده دار، مد لي المفتاح هكا، قعدت تما حليت التليفون وراني باقي هادوك 3 ايام قعدت تما فيهم. قعدت نشوف فيهم دار تاع صاحبي ونستنى فيك شي حاجه، نشوف دراري نورمال عادي يلعبوا، هي كيفاش تدور الطيب، ما كان حتى حاجه نورمال كلش طبيعي. انا حارت قلت كيفاش ما كان والو، هذا الراجل عيط لها ونورمالمون تغتنم الفرصه كي رحت تروح وتخرج معاه ولا يجي ليها للدار ولا. المهم دخلت في حالة نفسية ما عندي ما نحكي لكم، قريبة هبلت، رجعت نمشي وحدي نهضر وحدي، كنت نحس بالناس كيفاش يتشروا عليا يقولوا شوفوا مسكين كيفاش ولا. المهم كانت صعيبة عليا بزاف هذيك لا سيتوياسيون واللي عشته انا ما نتمناه لحتى واحد، ولكن فكرة ما حبيتش تروح من بالي، الا وهو دعوة الطفلة اللي خليتها. كاين دايما تقول لي ربي يخلصك ربي يخلصك، وكيما ورحت وخليتها وخدعتها وحرقت لها قلبها وتزوجت بواحدة أخرى، إما لا ربي راهو يعاقب فيا وخرجوا فيا دعاويها وخرجوا فيا، حسبي الله وهو نعم الوكيل ديالها. المهم ضربت مدة وأنا هكذاك نخرج برا نريح نعس في التليفون وما كان حتى حاجة. حتى واحد النهار عيط لي صاحبي قال لي النيميرو اللي عيطت فيه تاع مول الطوموبيل هذيك، راه عاود عيط لي وقال لي انا اللي عيطوا لي على طوموبيل، وصاحبي ما على بالوش كامل واش كاين مسكين، عن بالو انا حبيت نشري عليه طوموبيل. المهم قال لي بلي راني نبيع فيها الا ما زلتو ما شريتوش. قلت له اوكي راني جاي لك، مازال ما شريتش، راني نستنى فيك. رحت لصاحبي وعاودت عيطت من عنده، رفد عليا قلت له السلام عليكم، قال لي سلام. قال لي ماشي انت اللي عيط لي على الطوموبيل؟ قلت له ايه انا. قال لي روح نبيعها لك. قلت له درك راني مشغول شويه من بعد ونعاود لك ونتلاقاو بك. قال لي يا اوكي معليش ما كاش مشكل. من بعد انا توسوست قلت بالك يعرفني، خاطر الى الصح راه يدخل فيا معاه، من المحال ما يعرفنيش، اكيد يعرفني بلي انا راجلها، باش اون كاوكش نهار نتلاقى بهم يتخبى ولا يهربوا ولا. المهم وفي نفس الوقت كنت حاب اتو بخي باش نعرفو قتيالو كان نقتل روحي ونعرفو. المهم انا عاودت وليت على حوست على كش انسان هكذا يروح في بلاصتي على اساس انه هو انا، وهو يدير روحو يقلب في الطوموبيل وانا نكون قريب ونشوف كيفاش دايره. ما عرفتش شكون يقدر يعاوني. من بعد رحت لصاحبي اللي مدلي الدار نبات فيها باش شفت بها الكاميرات. المهم عرفتو كي تبعتو الحكايه، قلت له كاين واحد عنده طوموبيل وحاب نشريها عليه بصح مانيش حابو يشوفني انا. قال لي علاش واش كاين بيناتكم؟ قلت له لا قلت له بدا هذا الانسان يعرفني وكان صاحبي بكري وصارت بيناتنا قصه هكا وما راناش نهضروا مع بعضنا البعض، وعنده طوموبيل نقيه شابه ونعرفه، يعني على بالي بلي حافظ عليها وعلى بالي ما حبيت نشري عليه. الا تروح تقلبها في بلاصتي وانت اون بليس دو سا انت تعرف الماتيريال خير مني.
قال لي معليش، قال لي نروحو، المهم أنا عاود عيطت من عند صاحبي هذا ودرت رونديفو معاه. المهم نهار وصل الرونديفو ديت صاحبي ورحت البلاصة هاذيك اللي تفاهمنا نتلاقاو فيها. أنا بعدت وين ما يشوفونيش وخليت صاحبي هو اللي راح ليهم، ديت له النيميرو ديالو على أساس أنايا. عيطت شوية ووصل مول الطونوبيل، هذا نستنى فيه يهبط، نستنى فيه يهبط، السيد كيهبط من الطونوبيل خزرت فيه هذا السيد نعرفو. عاد وليت خالة المرا ديالي، ما آمنتش واش راني نشوف، حبيت نروح ليه، على بالكم أفكار كبيرة وتبدا تطلع لي، قلت نروح ليه قبالة نقتلو ديريكت نعاودو ليه، وليت نغلي مخي رجع يفور. ما فهمتش كيفاش مرتي تخدع فيا مع وليد خالتها وانا رايح لا خبر. المهم الحكايه بانت مليح وحكمت ادله بصح ما كاش الملموس. سيد راه بعيد ومرتي راه بعيده، لازم نزيد نصبر حتى يجيب ربي النهار ونحكمهم مع بعضهم، قلت ماك ربي يعملها تاويل. المهم صاحبي عاودوا لي وقال لي بلي طوموبيل شابه نظيفه ما فيها حتى ديفو. قلت له ربي يحفظك يعطيك الصحه خويا، كي يوجدوا دراهمي راني نعيط لك ان شاء الله ونجيبوها. المهم كيما خدعتني من قبل أكيد رايحة تعاودها، بصح اللي شكيت فيها كانت الحكاية بينه وبينه قبل الزواج، والعلاقة هذيك قعدت من قبل الزواج وأثناء الزواج وحتى بعد الزواج راهي متواصلة. هذا اللي قلت أنا نتزوج بوحدة ما تعرف حتى واحد وما تخرج مع حتى واحد. المهم دخلت للدار لقيتها تبكي، قلت لها واش كاين؟ قالت لي ماما راهي مريضه ولازم نروح نشوفها. قلت لها واش ديرو حك نوصلك. وجدت روحها ولبست الدراري وركبتها في الطوموبيل ديالي وديتها لدارهم كيما العاده. قعدت حساس مقابل دارهم. المهم كملت الزياره ديالها نورمال عادي. عاودت عيطت لي العشيه رجعتها للدار، قلت لها ريحتي يماك؟ قالت لي ايه شويه عيانه. قلت لها اوكي ربي شافيها. قالت لي غدوه راني حابه عيانه ماما راهي مريضة، راني الموغال سافا با، راني حابة ندي كونتراكتي هكذا غدوة، راني حابة ندي طفلة ونروح للحمام. قلت لها معليش. قالت لي مام الولد نديه معايا، بصح قلت لها الولد هو كبر ما تديش معاك الحمام. ايه قالت لي معليش خلاص مازالو صغير نكملوا له هذا العام ولا عامين وكي يكبر ربي يعمل تاويل. هيا خلاص. قلت لها معليش هي اصلا مرفض تديه معاها للحمام على خاطر وليدي صغير في عمره عام و3 شهور، عام و4 شهور. المهم الصباح كي ناضت وجدت روحها ديتها الحمام حطيتها وجيت أمولي للدار على خاطرش أنا اللي وصلتها وشفتها كيفاش دخلت الدار مع للحمام مع ولادي. ورجعت للدار كي دخلت لقيت البورتفاي ديالها فيه دراهم فوق الطابلة، وانا على بالي باللي ما عندهاش دراهم، يعني دراهمها تحطهم تما وما عندهاش باش تخلص. المهم انا رفدتو وعاودت وليت قلت باش نديه لها هكذا ما تبقاش حاصله تما ولا تنفي حتى نجي ولا تقول لهم. المهم باش ما تتعرضش للموقف محرج صونيت في الباب تاع برا باش تجي مولات الحمام نقول لها عيطي لها. كي جات مولات الحمام قلت لها تعيشي ربي يسترك اختي، عيطي لا فامي ديالي كدا وكدا وكدا وكدا. عيطت ما جاوبتش. بعد رجعت قالت لي ما كاش، بس قالت لي بصح كيفاش دايره قول لي وصف لي نقول لك كيفاش. قلت لها مرة دوك دخلت يا ربي معنا ربع ساعه، عندها ولد وطفله ولابسه هكذا ولابسه هكذا ولابسه هكذا. كي وصفت لها عقلتها قالت لي ايه هذه مالفه تجي. قالت لي بصح هذه كتحوس على المراه هذه دخلت وعاودت خرجت عاودت راحت معاها ولد وطفله. قلت لها وقتاش خرجت؟ قالت لي ما عندهاش بزاف. قلت لها وين راحت؟ قالت لي وانا على بالي انا مانيش عارفه، انا نخدم لداخل دخلت وخرجت. انا لتما خلاص الهبال حكمني، لو كان صدت الحل الارض تنحل وتبلعني. رفدت التليفون عيط في النيميرو ديالها ما ترفدش. المهم عيط حتى تحرق التليفون ما كاش والو، مع القلق تلفتني كامل. واش ندير؟ بقيت لتما قدام الباب تاع الحمام نستنى، ضربت الساعه وانا نستنى والو. ايما لا عرفت التليفون عيطت لخوها قلت له الو وين راك؟ قلت له يا حبابك راني حاب نسقسيك اختك ما كاش في داركم. قال لي شوفي انا مانيش في الدار، بصح توين عيط لاختي ويما ونسقسيها. كي عيط لهم قال لي ما كاش. قال لي بصح وين راهي هي؟ قلت له مانيش عارفه. قلت له مانيش عارفه. قلت له حطيتها في الحمام وليت ما لقيتهاش. قلت له راني عند الباب تاع الحمام اللي حطيتها فيه. وقفت تما. قال لي خلاص دوك نجي سنان نعيط للدار ودوك نجي. المهم كي عاود جا انا من بلاصتي ما تحرك. زدت واحد شويه وعيط لي خوها قال لي اسمع، قال لي ما كاش لا في الطالع عند خواتاتي. قال لي مصبوح انا نعيط ليما لخواتاتي ما كاش. قلت له يما نقول لك حاجه روح ليا ارجع راني عند الحمام الفلاني اروح. قال لي خلاص اوكي راني جاي. المهم خوها ما فهم والو، عم بالو ضاربنا ولا كش ما صرا ولا. وصل خوها عندي الحمام قلت له اختك حطيتها هنايا هي وولادي. رحت للدار وعاودت وليت على الاساس البورتفاي ديالها. المهم حكيت له الحكايه قلت له ما لقيتهاش. قال لي وين تكون زعما راحت هذه؟ قلت له اختك نقول لك حاجه وتما بديت نعيط طلع لي الغاز للراس.
بديت نعيط قلت له: "نقول لك حاجة أختك راهي مع وليد خالتك اللي عنده طوموبيل الفلانية الفلانية." قال لي: "وشنو واش راك تهضر وتخلّط؟" وبدا يرفد في صوته وبدا يتهدد عليَّ. قلت له: "اسمع ما تعلّي صوتك عليَّ، ما تسمع الناس ما دير بهدايل." قال لي: "راك تهضر في الشرف تاعي، راك تهضر في أختي، وهذا وليد خالتي واش راك تخلّط؟" قُلت له: "كيما راني نقول لك." قُلت له: "نقول لك حاجة رانا قاعدين نستناو أكيد راهي رايحة ترجع من الحمام لأنه مالفا تروح للحمام تقعد 2 سوايع وتعيط لي، أنا راني عندي ساعة ولكن ما قدرتش نصبر، دوك تجي على خاطر هي ما راهيش عارفة بلي راني هنايا وعاودت وليت والدنيا هذه كامل." قال لي: "ولو كان تكون ظالمها." قُلت له: "إن شاء الله يا ربي وين نكون ظالمها راني متمني باش نخرج من الهبل هذا اللي راني فيه." المهم جبت التليفون وقال لي: "درك نعيط لوليد خالتي." خطفت له التليفون من يدو ودرته في جيبي وما خليتوش يعيط له. المهم ومن بعد أكيد لو كان نخليه يعيط لها أكيد راهي رايحة تفيق ويبدلوا بلاصة ويحطها في بلاصة بعيدة وتقول بني وتقول بهم. بدا يجبد فيا من التليفون وأنا نرفد التليفون ونخبطو على حتى تكسر التليفون على 100 بياسة باش ينحوه لي، ولكن أنا خلاص تما رفدت يدي عليه ضاربنا حتى جاو الناس يسلكوه قعد يقول لي: "أعطيني التليفون." وأنا رفدت التليفون كنت خلاص كسرته وخبطته وهو بدا يعيط. المهم هو يضرب وأنا نضرب وهو يعيط وأنا نعيط. حتى جا مول الطوموبيل مول الكليوكات ورافد معاه الخاين. المهم غير شافني شافو ديك لاسين والرجال والحالة مقلوبة عقلوا الحالة وراح ودار مارش اريير. انا غير شفتو بديت نجري موراه ورفدت حجره قدامي بلوكا رفدتها وتيريتها عليه خبط. المهم خبط كسرت الباربريز اللوراني وهي تعيط وتسوق بصح ما حبسش كامل راح عفس عليها اداها وراح. ودرت لخوها بديت رايح نعاود نولي نضربو حتى الناس شدوني هما سلكوه وراح من جهة وأنا رحت من جهة. المهم مول كليوكات داها وهرب وخوها حبيت نضربو لكن الناس شدتني وهرب لي وأنا رحت نجري طونوبيلتي ركبت باش نتبعو بصح ما عرفتوش منين راح. رحت قبالة لابوليس حكيت لهم كلش والحمد لله الناس كامل هادوك شهدت معايا. مولات الحمام داروا لي محضر وقالوا لي صباح روح لوكيل الجمهورية. الصباح من داك رحت لوكيل الجمهورية مديت له شكوى كتبتها عند الكاتب قال لي كي نحكموهم نعيطولك أرواح وبالك تروح ليهم للدار مرتك اش ما يتهموك. المهم رحت لداري قعدت عيط لها في التليفون دايما مغلوق. زدت واحد اليومين عيطت لك الجمهورية رحت لقيتهم حكموهم وداروا لهم قضية خيانة زوجية وتعريض قصر للخطر. المهم الوكيل قال لي إلا تحب دير تحليل إثبات النسب قلت له إيه ندير ماذا بيا. هما شدوهم في زوج في الحبس والدراري مدوهم لي بقاو عندي 6 أيامات خرج إثبات النسب. الطفلة بنتي والولد ماشي وليدي. المهم شرعوا لهم حطوهم في الحبس 5 سنين وأنا دراري شديتهم عندي وربيتهم أنايا والحمد لله دركا عاودت حياتي مع مرا واحدة أخرى صالحة ربي يكمل بيناتنا بالعشرة. ودركا راني ساكن مع يما وبابا وخاوتي وخواتاتي لأني ما وليتش ندير ثقة في النساء. قبل ما نتزوج بالمرأة هذه اللي راني مزوج بها المرة الثانية كنت حوست على حبيبتي حبيبة قلبي حب حياتي اللي كنت نحبها وكنت نخرج معاها هذا شحال وما كتبش ربي يعني ماشي ما كتبش ربي أنا اللي ركبت راسي وتزوجت بواحدة أخرى على أساس ما تخرجش وفي الأخير طلعت تخرج وخرجت قبل الزواج وبعد الزواج وخدعتني حتى معاه. حوست عليها وكونتاكتيت يعني حوست هكا نجيب الكونتاكت ديالها باش نكونتاكتيها ونعاود نتزوج بها لأنه هي كانت مرة بزاف صالحة وقعدت في خاطري ولكن كنت صحاب اللي تزوجت ودارت وليدات وراهي مهنية في دارها مع الأسف. هذه هي الحكاية تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى أنكم كامل ما تخلوش اللي تحبوهم تزوجوا باللي تحبوهم لانه ما راكمش عارفين فاش راكم رايحين تطيحوا. والدعوه دعوه الظالم تلحقكم الا كنت دعوه المظلوم عفوا تلحقكم. انا ظلمتها وان شاء الله ربي يغفر لي وربي يسامحني. المهم ربي راه عاقبني ولكن نتمنى من قلبي انه هي تكون سامحتني هكا باش ما يزيدوش يصراو مشاكل منا والفوق وتسمح لي لانه صح حسيت بلي غلطتني وحسيت بلي اظلمتها. المهم البنات هذه هي كانت الحكايه تاعنا اليوم. نتمنى انكم كامل تكونوا استفدتوا وخديتوا منها العبره انه العلاقات الغير شرعيه قبل الزواج ما هيش مليحه لا للراجل ولا للمراه. نتمنى من قلبي انكم تكونوا استفدتوا وان شاء الله ربي يرزقكم كامل بالزوج الطيب والزوج الحلال والزوجه الصالحه والزوجه الحلاليه. السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.